يعني أنا سعيد بالخدمة دي وسعيد بأي خدمة بيبقى فيها يعني الرجال، عشان أنا متهيألي وأنتوا أكيد شايفين إن الرجالة في الكنايس فصيلة مهددة بالانقراض. فالفصائل المهددة بالانقراض بيجمعوهم مع بعض ويعملوا محميات، فأنا حاسس إن أنا في محمية، بس مش هنقدر نخليكم تتكاثروا من غير الناس التانيين، فإحنا للأسف. فدايما في المدارس بتاعتنا والحاجات اللي احنا بنعملها في خدمة الحياة بخش أعد عدد الرجالة 5 6 7 10 يبقى رقم مهول. لكن نفسي بقى تبقى النسبة كبيرة من الجنسين. مش لازم يعني نجمع الرجالة في خدمة خاصة بالرجال عشان نشوفهم. المفروض ان انا اتكلم عن النجاح، وده موضوع مهم جدا بالنسبة للرجالة، زي ما موضوع العلاقات مهم بالنسبة للستات. الرجالة دايما بيفكروا في النجاح، بيفكروا في الكارير. أنا عايز أحط قدام حضراتكم صورتين كتابيتين للنجاح. لما الكتاب المقدس بيتكلم عن النجاح بيتكلم إزاي؟ وهنكتشف، وأكيد أنتوا عارفين، إنه مفهوم الكتاب المقدس عن النجاح يختلف عن مفهوم التنمية البشرية وفنون الإدارة، وإن كان طبعا في اتفاق في نقاط، لكن نحب يعني نرسخ في أذهاننا كيف يرى الكتاب المقدس النجاح، كيف يرى يسوع المسيح النجاح. يعني هستخدم تشبيهات من العهد الجديد جت على لسان الرب يسوع نفسه. أول تشبيه، أول صورة، هي صورة الكرمة. ومفهوم النجاح هنا أن الغصن الذي يثبت في الكرمة يثمر. وهنا مفهوم النجاح واخد طبيعة الإثمار، أن هناك شجرة تثمر. طيب، مفهوم الإثمار، مفهوم الشجرة التي تثمر، يعلمنا إيه في مجال النجاح؟ أولاً تعلمنا الكرمة أن النجاح في العلاقات هو النجاح الحقيقي. العلاقات بمعنى العلاقة بالله، العلاقة بالنفس، العلاقة بالآخر. والحقيقة أنه يعني مفهوم الذكاء الوجداني والذكاء الاجتماعي، وأكيد تعرضتوا لمفاهيم الذكاء المتنوعة، أن في 5 مفاهيم للذكاء. أن الناس النهاردة النجاح لا يقاس بالذكاء التقني، الذكاء الحسابي، الذكاء المهني. كثيرون أذكياء تقنيا حسابيا problem solving، لكنهم فاشلون. أستاذ صبري موجود فأنا لازم أخلي بالي جدا. لكنهم فاشلون، صح؟ لكنهم فاشلون فيما يتعلق بإدارتهم لوجدانهم، مشاعرهم، وبالتالي إدارتهم لعلاقاتهم. الذكاء الوجداني عندنا يتكون من 5 مكونات: أن يدرك الإنسان مشاعره، أن يعبر عن مشاعره، أن يدير مشاعره. والثلاثة دول ليهم تطبيقين، 2 هم أهم تطبيقين في الحياة: النجاح في العمل والنجاح في العلاقات. النجاح في العمل في صورة ما يسمى تأجيل اللذة وتحفيز النفس. يعني تسمعوا كتير أمهات تقول لك الواد ذكي بس ما بيقعدش على حيله يذاكر. طب عشان الواحد يقعد على حيله يذاكر لازم يبقى بيدير مشاعره. تجي له مشاعر ملل ويتحكم فيها ويديرها، ويفضل بيذاكر وهو عنده ملل، يفضل يروح الشغل وهو ملوش نفس يشتغل، يفضل عامل علاقات جيدة بزمايله لأنه مش بينفجر انفجارات غضب في زمايله أو في المدير، مش بيعمل زي محمود عبد العزيز في الفيلم اللي دخل يلطش في الناس كلها. طبعا ده مش هيقعد في الشركة مهما كان عبقري. تحفيز النفس وتأجيل اللذة وتأجيل الراحة. وفي اختبار كده تحبوا، يعني مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة، لو تحبوا تشوفوه اكتبوه كده على جوجل، ذا مارشميلو تيست او اختبار المارشميلو. لقوا ان الاطفال من هم صغيرين اللي بيعرفوا يأجلوا لذتهم هم اللي بينجحوا في الحياة بعد كده. عملوا longitudinal study، يعني قعدوا يدرسوا الاطفال دول لغاية ما دخلوا الجامعة وتخرجوا، لقوا ان الاطفال اللي
استحملوا انه ما يخطفوش المارشميلو وياكلوه، هم اللي بقوا ناجحين، اللي بيعرفوا يأجلوا اللذة، يأجلوا الراحة. وأخيرا الذكاء العلاقاتي، الذكاء الاجتماعي. فالكارما بتعلمنا كده، بتعلمنا ان النجاح هو في العلاقات. العجيب بقى في صورة الكارما والأغصان، وكنت دايما أنا يعني تصدمني هذا التشبيه، وكنت زي غيري من الوعاظ بنعدي عليه. يعني الحقيقة إن إيه الكارما وإيه الأغصان؟ طب ما كارما هي الأغصان. هو الكارما دي حتة خشب كده والأغصان مرشوقين فيها؟ هي إيه الكارما؟ ما الكارما إلا الأغصان. وهذه إشارة مهمة جدا، لأن الله متجسد دائما وليس فقط من 2000 سنة. قرار الله بالتجسد كان 13.7 billion years ago، عندما قرر أن يحول بعضا من طاقته إلى مادة. وهذا واضح في تشبيه المسيح. يسوع ما كانش جاهل إنه ما الكرمة إلا الأغصان. هي الكرمة كده انتيتي معينة والأغصان مرشوقة فيها، هي فازة يعني. فين الكرمة؟ هي الأغصان. هذا يعني أن علاقتنا بالله ليست علاقة بآخر. الله ليس آخرا، الله هو أصل الكينونة ذاتها. Everything that is have a being هو في الله. علاقة الإنسان بالله هي نفسها علاقته بنفسه، وهي نفسها علاقته بالآخرين. هو ده شكل الكرمة. ما الأغصان إلا الكرمة، وما الكرمة إلا الأغصان، وثبات الأغصان في الكرمة هو ثبات لها في الأغصان الآخرين. تحب الرب إلهك، هذه هي الوصية الأولى. والوصية الثانية مثلها ليست أقل منها، تحب قريبك كما تحب نفسك. فالكل واحد، الكينونة واحدة، الكينونة واحدة. الله هو الكينونة ذاتها. ولكن خلي بالك بقى، ده مش بانثيزم، ده مش وحدة الوجود. وحدة الوجود هو الله هو الوجود. لا، أنا مش بقول إن الله هو الوجود، أنا بقول إن الله هو الكينونة. والكينونة سابقة على الوجود. الوجود هو الوجود المادي، الكينونة أمر روحي. الله كائن قبل أن يوجد أي شيء مادي. ودي نظرية الانفجار الكبير. يا جماعة نظرية الانفجار الكبير دي لما طلعت العلماء قوموها وقالوا إن دي نظرية أطلقتها الكنيسة، لأن العلماء قبل نظرية الانفجار الكبير كانوا يظنون أن الكون أزلي، وإن الموجود ده أزلي، وأن الله هو الوجود. لكن نظرية الانفجار الكبير جت قالت لنا إنه كان هناك كينونة قبل أن يوجد وجود. والوجود ده احنا عارفين بدأ امتى. 13.7، في ناس بتقول 14 مليار سنة. هذا الكون عندما وجد، بالطبيعة أن لكل موجود واجد، فإذا هناك كينونة قبل الوجود. الله عندما عرف نفسه لموسى قال إنه الكائن مش الموجود. على فكرة ربنا مش موجود، ربنا هو الواجد وهو الكائن. الموجود اسم مفعول، إذن الموجود هناك من أوجده، أما الكائن فليس موجودا بل هو الواجد. ودي مش قضية يعني لغة أو فزلكة، لأن دي قضية مهمة جدا عندما ترد أو تحاول أن تدافع عن كينونة الله أمام ملحد. لأنه الله كواجد غير الموجودات، وبالتالي لا يمكن أن يوجد في نفس مستوى الوجود. يعني أنت لو دخلت هنا مثلا في الزمالك في أكتر من معرض فنون تشكيلية بيبقى موجود على طول. أنت لما تخش معرض فنون تشكيلية بتاعت الفنان فلان، تلاقي اللوحات بتاعته متعلقة. هل بتلاقي الفنان متعلق جنبها؟ هذه هي موجوداته التي أوجدها. أما هو ففي بعد وجودي آخر، في بعد كونوني آخر. وطريقة التعرف على الكائن تختلف عن طريقة التعرف على الموجودات. فبالطبيعة لن ترى الله في موجوداته،
لكن موجوداته ترشد إليه. علاقة الإنسان بالله هي نفسها علاقته بنفسه. عشان كده في هذا المثل تلاحظ أن يسوع لا يقول للتلاميذ اصنعوا علاقة بالكرم، فالعلاقة موجودة، ولكن اثبتوا في الكرم. العلاقة موجودة أصلا، علاقة كينونية. كل ما هو كائن من أصغر خلية للإنسان هو جزء في الكينونة، ويمده الله بطاقة كينونته في كل لحظة. فجميع الناس في علاقة مع الله، علاقة كينونية. لكن يمكن هذه العلاقة الكينونية أن تكون علاقة واعية، وهذا ما قصده يسوع بالثبات في الكرمة. كل كائن هو مغروس في أصل الكينونة، لأن الله هو الذي يعطي كل كائن طاقة كينونته، فنحن جميعا في علاقة كينونية بالله. لكن دعوة المسيحية أن تصنع علاقة واعية بالله، أن تعرف أن الله موجود، وأن الله صالح، وأن الله يحبك، وتبادله المحبة وتبادله الاعتراف. كما يعترف بك تعترف به. وفي آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتتكلم عن كده. يعني في بولس في بعض الفقرات تجده صوفيا جدا لما بيقول منه وبه وله كل الأشياء. فاكرين المسلسل زمان اللي كان فيه واحد صوفي كده أو مجذوب أو درويش بيمشي في المسلسل في الشارع ويقول إيه؟ منه له جاي رايح، منه له. الكبار اللي زي فاكرين المسلسل ده؟ ما بولس كان بيقول كده، منه له، منه وبه وله كل الأشياء. ومرة تانية يقول لأننا، بص يقول إيه؟ الله عن كل واحد منا ليس بعيدا. وبيقول إن الأمم يتلمسوا الله لعلهم يجدونه، مع إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. هنا بيقارن ما بين العلاقة الكينونية والعلاقة الواعية. يعني كل الناس تتلمس الله لكي تصنع معه علاقة واعية، وهم في واقع الأمر منه وبه وله، وليس واحد منهم عن الله بعيدا. ولما تقراه بالانجليزي في العربي نحيا ونتحرك ونوجد. في الانجليزي اوقع، ما بيقولش exist، بيقول have our being. بحسب بول تيليك الفيلسوف واللاهوتي المشهور being is not existence. وده فكر مسيحي تام اللي انا كنت بقوله الوقت اللي فات، ان الكينونة سابقة على الوجود، والله كائن قبل الوجود. فلسنا نحصل على فقط وجودنا في الله، بل نحصل على كينونتنا في الله. يعني ايه؟ يعني احنا موجودين قبل في فكر الله قبل ان نوجد، نحن كائنين في فكر الله قبل ان نولد، وبعد ان نموت سنعود اليه. وهذا مفهوم النفسة، النسمة، النفخة. ولفظ الله في العهد القديم يا ما بتقفلش بقك خالص، ما فيش التقاء لا اللسان بسقف الحلق ولا الشفايف ببعضها. يا يعني النفس اللي داخل وطالع، هو النفس اللي داخل وطالع، هو الكينونة، هو الذي يعطينا روحا وحياة، يعطي الجميع روحا، الجميع وحياة. الله ليس آخرا، الله أصل الكينونة، هو الكينونة ذاتها، being itself بحسب بول تيليك. وكل كائن يشترك في الكينونة بمجرد الوجود. وفي نفس الوقت الله آخر، بمعنى أن الله قدوس. القداسة معناها أن الله آخر مختلف، هو متفق ومختلف، هو هنا وهناك. عشان كده لازم نفهم ده عشان ما نخشش في جدل عقيم. هو المسيح لما مات في القبر مين كان بيحكم الأرض؟ مين كان بيحكم العالم؟ انتوا عارفين التشبيه بتاع كوباية لما ترميها في النهر، المية في الكوباية والكوباية في المية، هكذا نحن فيه. هو فينا بس هو أكتر مننا بكتير، وإحنا فيه. بس هي القضية
انك تدرك هذا التخالف، this paradox، ان الله هنا وهناك، فينا ومتجاوزنا في نفس الوقت. ملكوت الله حال وسيأتي. إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني مفيش كلمة هنروح الملكوت دي، إحنا في الملكوت. باسكال في القرن ال17 يقول أن الإنسان بمثابة غصن في شجرة الوجود، والغصن لا يمكن أن يفهم معنى الشجرة، فنحن مدعوين أن نفهم. جاء المسيح لكي يقول لنا أننا غصن في شجرة فنفهم، لكن الذي لا يصنع علاقة واعية بالكرمة هو في الكرمة ولكن لا يدرك ولا يستمتع بالعلاقة الواعية بالله. فقط عليه أن يثبت فيها فيثمر ويجد معنى. بول تيلك بيقول الله هو الوجود نفسه، وكل إنسان موجود هو في واقع الأمر في علاقة وجودية بالله. يمكن أن تكون هذه العلاقة واعية، هذا هو الإنسان الروحي، أو غير واعية، هذا هو الإنسان غير الروحي. والإنسان الذي لديه وعي بهذه العلاقة الوجودية أو الكينونية يجد في ذلك الوعي معنى لحياته ونجاحه. اقتباس آخر لتيلك من كتاب المحبة والقوة والعدالة يقول: قوة كينونة الله the power of being هي في كل شيء كائن، متجاوزة كل قوة خاصة إلى ما لا نهاية، لكنها تعمل في نفس الوقت بصفتها الأصل الخلاق لكل هذه القوى. الله فينا ويتجاوزنا، نجد فيه كينونتنا، أما كينونته فلا نهاية له. يبقى أول حاجة الكارما تعلمنا أن العلاقة أهم شيء، وهي مصدر المعنى والنجاح. العلاقة بالله أن نحول علاقتنا الكينونية إلى علاقة واعية، أي نثبت في الكرمة، وأن نثبت في الأغصان، فالكرمة هي الأغصان، وأن نحب الله فهذا يعني أن نحب أنفسنا ونحب بعضنا البعض. يوحنا الرسول كان واقعيا جدا. في ناس كتير دلوقتي يقول لك إيه، يعني اللي اتجرحوا في العلاقات خصوصا هم صغيرين، يقول لك أنا عايز ربنا وبس، والبنت تكتب اسمها على فيسبوك مش عارف مين جيسس. يعني ايه؟ يعني انا بنكر ابويا، مش عايز ابويا ومش عايز الناس، اونلي جيسس، يسوع وبس. انا ما بحبش حد، انا بحب يسوع. وبنعتبر ان دي بقى ايه؟ روحانيه راقيه جدا. يوحنا بيقول، عارفين بيقول ايه؟ من قال اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. وبعدين التبرير بتاعه يمكن كتير، انا عمري ما سمعت حد بيوعظه، بس هو واقعي جدا، واقعي جدا. بيقول لك ازاي تحب ربنا اللي انت مش شايفه وانت مش عارف تحب اخوك اللي شايفه. يعني ايه مشكلتنا الكبرى؟ يعني بيعترف ان مشكلتنا الكبرى مع ربنا ان احنا مش شايفينه، يعترف بهذا. ولنا منه هذه الوصيه ان الذي يحب الله يحب اخاه ايضا. عايز تقول انك بتحب ربنا؟ هو فين ربنا عشان احبه؟ هقول لك بص في المرايه وبص حواليك. الله في كل واحد منا، عن كل واحد منا ليس بعيدا. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله لأن الله محبة. الكلام ده يا جماعة ثوري جدا، بس من كتر ما بنقوله بقى اللي بقى على لساننا. ده كلام ثوري جدا. ده اللي بيقول كده النهارده بيقولوا عليه ليبرالي. يوحنا قال الكلام ده. يوحنا قال ايه كمان؟ عنده آية في الإنجيل وآية في الرسالة، لو حطيتهم جنب بعض. في الإنجيل يقول ايه؟ الله لم ينظره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. في الرسالة يقول ايه؟ الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ونحن في الله. ما تحطوا دول جنب بعض كده زي المعادلتين، يبقى إن أحب بعضنا بعضا نأتي بيسوع في وسطنا. وهذا ما يقصده من اجتمع 2 و3 أو 3 باسمي يكون في الوسط. باسمي يعني مش نقعد نقول باسم يسوع، مش هو ده. باسمي يعني تبعي، بطريقتي، بما يعبر عن شخصياتي، مش كلمة. يعني إيه؟ إذا اجتمعوا بالمحبة فأنا في وسطهم.
وعلى فكرة شفنا ده يطبق empirically تجريبيا. يمكن بعضكم على دراية بما يسمى برنامج الخطوات الاثنى عشر، حد سمع عنه؟ لعلاج المدمنين، أنجح برنامج لعلاج الإدمان منذ فجر التاريخ وإلى الآن، بالرغم أنه لا يتكلم عن أي ديانة، لكن الكور الجوهر هو أشخاص مدمنون يتكلون على الله ويحبون بعضهم بعضا فيشفون. هذا التجربة معملية اجتماعية لقول المسيح: كل اللي يساندوا بعض ويحبوا بعض ويتكلوا عليا، سامحوني مهما كان الدين، فأنا في وسطهم وأشفيهم. هو يسوع كان دايما بياخد إقرار من أي حد أنه يؤمن به أنه ابن الله قبل ما يشفيه. هل يسوع الآن يشفي غير المسيحيين حتى لو لم يكونوا ولم يصيروا ولم يريدوا أن يكونوا مسيحيين؟ الله محبة، نقطة. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، لأن الله محبة. كل ده عشان عايز أقول أن النجاح في العلاقة بالله وبالذات وبالآخرين هي أول وأهم شيء تعلمه لنا الكرمة. الكرمة بتعلمنا أن النجاح ليس أن تكون ما تريد أن تكون، بل أن تكون ما هو أنت. النجاح مش أن أنت احلم حلم وثابر عشان تحقق حلمك. الحلم ده ممكن أكون عملته في الطفولة زي كل الأطفال اللي عايزين يبقوا طيارين ويبقوا ضباط ويبقوا دكاترة ويبقوا بتاع، أو ورثته من أبويا إن أبويا كان نفسه يبقى دكتور فقعد يشحن فيا إن حلمي إن أبقى دكتور، أو إن أبويا عنده بيزنس صيدلية ولا محل قماش فأنا لازم. فأحيانا الحلم بيفرض علينا من الخارج. هذا ليس نجاحا. أنا ياما شفت ناس عاشوا حياة فاشلة بسبب إنه ابن لواحد صاحب بيزنس، فهو لازم يبقى في هذا البيزنس بغض النظر ما خلق ليكونه حسب شعار المؤتمر. الكرمة بتقول إنه غصن الكرمة لا يستطيع أن يكون غصن برتقال أو رمان، لكن أهم شيء يحتاجه لكي ينجح هو يدرك أنه غصن في كرمة. النجاح مش ان انت تحقق حلم ما فرض عليك من الثقافة او من الاسرة او من تفضيلاتك وانت طفل، لكن النجاح هو ان تكتشف افضل نسخة منك، انك تكون افضل نسخة منك، انك مش تتفوق على الاخرين. التنافس بقى ده التنافس من المبادئ السائدة في عالم العمل. ترتقي وتتنافس وتشوف الاخرين تبقى عايز تبقى احسن منهم. مثل الكرمة بيقول لنا غصن الكرمة لا يستطيع إلا أن يكون غصن كرمة مثمر، أن تكون أفضل نسخة من نفسك. بولس بيتكلم عن المبدأ ده تحت كلمة جميلة جدا اسمها التعقل. خليك عاقل، ما تشتريش شعارات غير مؤسسة على الواقع. آمن بأننا عندنا limits. لما تسمعش الكلام بتقول no limits, the sky is the limit. لا, we have limits. عندنا حدود، والإنسان الناجح يدرك حدوده ويتحرك في إطارها ويحاول أن يكون أفضل نسخة ممكنة مما هو قد خلق ليكونه. ناس كتير بقى بتسألني طب واحنا نعرف ده ازاي؟ دي أزمة بقى في التعليم عندنا. مفروض الطفل من ابتدائي يبقى التعليم موجه نحو اكتشاف أنواع الذكاء الموجودة عند الأطفال، مش نيجي نقول أدبي ولا علمي في ثانوية عامة تو ليت. وبعدين مفهوم المجموع بتاعنا ده اللي هو إيه؟ ذاكر كل المواد، والمادة اللي أنت ضعيف فيها خد فيها فصول تقوية عشان تجيب نمرة عالية عشان تجيب مجموع. ده فشل. دلوقتي أنتوا عارفين المبدأ اللي بيقول 20-80 اللي هو ابذل 80% 80% من وقتك في أفضل 20% من الحاجات اللي أنت بتعرف تعملها. مفهوم المجموع مش كده. مفهوم المجموع الحاجات اللي أنت ما بتعرفش تعملها واللي أنت ما بتحبهاش خد فيها دروس تقوية عشان تجيب نمرة عالية عشان المجموع بيجمع. فبنطلع ناس مجاميعها عالية بس مش بتحب اللي بتعمله. أنتوا أكيد عارفين إن في أجيال دخلوا كلية الطب وبعدين ما بقوش دكاترة.
اكيد اي حد فيكم هنا عارف واحد دخل كليه الطب وتخرج منها وما بقاش دكتور. طب دخلها ليه؟ عشان جاب مجموع كبير، ودي كليه القمه، فيقوم داخلها وهو لم يخلق لكي يكون طبيبا. انا عرفت كده يعني من وانا في كليه الطب ان انا مش عايز ابقى دكتور، بس كان تو ليت. دخلت كليه الطب، فاخترت ابعد فرع في الطب عن الطب، يعني اقرب فرع في الطب للهيومانيتيز، للانسانيات، اللي هو الطب النفسي، علم النفس، فلسفه، لاهوت. اخويا كان فنان رسام، بس احنا عائلتنا كلها اطباء. جاب مجموع طب بالعافيه 86%. في ايام اخويا كانت دي تدخل طب. هو دخل كليه الطب وكل سنه يسقط بملحق، كل سنه، ما خدش اجازه في كليه الطب كلها. ليه؟ لانه كان بياخد الكتب ويرسم، مش على الهامش بتاع الكتب، لا على الكتب نفسها. يعني الصفحه اللي ما تعجبوش مش هذاكر الصفحه دي، يرسم عليها. فتلاقي كتبه بتاعت الطب فيها 3 4 صفحات بس مش مرسوم عليها. هم دول اللي بيذاكرهم، ما بينجحش طبعا. لكن ابويا قال له على جثتي ان انت تخش فنون جميله، فنون جميله تطلع مدرس رسم. فهو طلع دلوقتي لا دكتور ولا مدرس رسم، عشان اراد ان يكون او فرض عليه ان يكون ما ليس هو. فمثل الكارما بيقول لنا انه يجب ان تكون ما انت، ومهمتك الاولى في النجاح ان تعرف ما انت. وللاسف احنا مش بنعرف غير لما نتخرج ونبتدي نشتغل ونكتشف ان احنا مش عايزين نشتغل الشغلانه اللي احنا درسناها. في ناس بتلاقي حاجه وبتنجح فيها، وفي ناس بتفضل محبوسه في تخصص لم يخلقوا ليكونوه، فيبقوا راسه على السلم. فمهم جدا تعرف انت مين، تعرف بتعمل ايه، تعرف مالكش في ايه وما تعملوش. ومش عيب. يعني انا في المؤسسه اللي اسستها من 25 سنه، انا لا علاقه لي بالاداره. لا علاقه يعني لا علاقه، انا ما اعرفش اللي بيحصل في المؤسسه عشان انا مش كويس في ده. فانا كرست جهودي للي انا كويس فيه. فانا النهارده 20 سنه كتابه، كتبت حوالي 40 كتاب. لو كنت بقى اهتميت بالاداره والفند ريزنج والحاجات اللي انا ما بعرفهاش ديت، ما كنتش عارف اعملها، ولا كنت كتبت الكتب اللي انا كتبتها. وتحملت تريقه ناس كتير ان انت الزوج اخر من يعلم، انت مؤسس المؤسسه وما بتعرفش حاجه عنها، ما بتعرفش اللي بيحصل، مش انت اللي تاخد قرارات. مش شغلتي اخد قرارات، ولو عملت الحاجه اللي مش شغلتي اسوأ شيء ان انا مش هعملها كويس ومش هعمل الحاجه اللي هي شغلتي. فكن حاسما وصارما جدا في ان تقول لا لما لا تجيده لكي تقول نعم لما تجيده، وتبدع فيه وتصنع فرقا فيه، بدل ما تبقى كده ميديوكر كده فاترا، لست حارا ولا باردا. تعلمنا الكارما احترام عنصر الوقت. الإثمار يحتاج إلى وقت. معادلة النمو الحق زائد الحب زائد الوقت. truth love time. في دلوقتي يعني اكيد انتوا تسمعوا اكتر مني انك انت تعمل ستارت اب، والستارت ابس دي بتبقى زي الفشار كده، اللي منها بيفرقع واللي منها بيفضل زي ما هو ويخسر. اللي هو تعمل شركه وتدوس قوي قوي قوي، وبعدين الشركه دي تعمل لا تقوم بايعها ب 3 4 5 مليون، بقيت مليونير وانت عندك 30 سنه. شفت ناس كده ماشي، بس يقولوا لك بقى الدراسات ان كام في المية من الشركات دي بتنجح كده وتبوب اب؟ 10%، 5%. فانت ناوي تبقى بوب اب ولا تبقى شجره؟ ده السؤال. ناوي تبقى حبه فشار ولا غصن فيه كارما؟ حقيقتك الحق، حقيقتك انك غصن اي شجره انت، زائد علاقاتك الحب، الله والاخرين ونفسك، اللي ثبت انها اهم عنصر النجاح بحسب دانيال جولمان وكتابه الشهير Emotional Intelligence، وكتابه الاقل شهره Working with Emotional Intelligence. فالعلاقات مهمه جدا، وصبرك. في ناس ليت بلومرز،
في ناس نبغوا وهم كبار. انت لن تعلم متى موسم نجاحك، لكن لو انت تعمل ما انت قد دعيت لتعمله فستنجح وان تاخر النجاح. الشجره بتعلمنا ان النجاح تحت الارض قبل فوق الارض، مش كده؟ اي حد بيزرع عارف القصه دي. الشجره اللي انت شايفها دي الكبيره في زيها تحت، وهي دي اساس نجاح الشجره. قطع اي حاجه في الشجره تطلع تاني، عشان الشجره اللي تحت اهم من الشجره اللي فوق. طب الشجره اللي تحت دي بتاخد ايه؟ وبتقعد ايه؟ تتخلل وتتغلغل، شعيراتها الضعيفه دي بتتغلغل بين حبيبات التربه. ومتى صنعت الشجره منظومه جذورها لن تحتاج لان يرويها احد، فهي تروى من الينابيع الالهيه الارضيه، بحسب المزمور اللي بيقول ايه؟ اكيد افتكرتوه، ها؟ شجره مغروسه عند مجاري المياه، تؤتي ثمرها كل حين وورقها لا يذبل ولا تحتاج لمن يرويها. ده بياخد وقت. الاشجار المثمره بتاخد سنين قبل ما تطرح اول موسم. النجاح له موسم. النجاح ليس بلا انتكاسات، ده حاجه مشتقه من عنصر الوقت. ان الوقت مش بس علشان تعمل الشجره التحتانيه، الوقت علشان النجاح مش كده 1 2 3. مفيش حد بيمشي كده، مفيش حد بيمشي كده. لكن في 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2. المهم ان انت ترجع خطوات اقل مما تقدمته. 3 خطوات للامام، خطوتين للخلف. 3 خطوات للامام، 3 خطوات للخلف بس ما تقعش. 3 خطوات للامام و3 خطوات للخلف وتقع بس ما تموتش. مطروحين لكن غير هالكين. عادي ان احنا ننطرح، مش لازم كله جمع، بيبقى جمع وطرح. تصدقوا وتامنوا بالله، قولوا لا اله الا الله. كان في رقصه في الكنيسه الاولى اسمها تريبيديوم. تريبيديوم، ابحثوا عنها في جوجل، انا كاتبها اهو. اللي هي يمشوا 3 خطوات ويرجعوا خطوتين، ومسمينها ايه؟ المسير مع المسيح. ليس بدون انتكاسات، ولكن القضيه اننا عندما نطرح لا نهلك. كان الدكتور يحيى يسميها الا حته. ارجع كل اللي انت عملته الا حته، والحته دي هي النضج الحقيقي. انما لما تلاقي واحد تربت ده مش نضج حقيقي، ده ورم، ده مش نمو، ده ورم. هيفش بعد شويه لانه ملوش جذور، لانه ما انتظرش الوقت الكافي ليصنع الجذور. لكن الموضه دلوقتي ماركتينج، هبل، بس انت تعمل له ماركتينج ينتشر. بس بقى ايه؟ معلش ما تزعلوش مني، انا هقتبس من الثقافه الاسلاميه. واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. زعلتوا طبعا عشان انتم مسيحيين. ايه يا جماعه؟ هو في، احنا قلنا في حق في كل حاجه. قلنا الله هو الكينونه، والله عن كل واحد منا ليس بعيدا. ده اللي بتعلمه لنا الكارما. تعلمنا انه العلاقات اهم شيء في النجاح. تعلمنا ان انت تلاقي نفسك لن تكون غصن شجره اخرى. تعلمنا نحترم عنصر الوقت. هذا هو مثل او صوره الاثمار من صور النجاح في الكتاب المقدس. في صوره تانية اللي هي الوزنات. جاء ملك واعطى عماله وزنات، اعطى واحدا 5 وزنات واخر 2 والثالث اعطاه وزنه واحده. طيب نتعلم ايه؟ اول حاجه نتعلمها ان مقياس السليم للنجاح نسبي وليس مطلقا. المكافاه اللي هي نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، قيلت للذي اخذ 5 وربح 5 والذي اخذ 2 وربح 2. يعني ايه؟
يعني هو مش بص للابسوليوت نمبر، للرقم المطلق، ولكن لنسبة المكسب. كسبت 100%، كسبت 100%. أو بكلمات أخرى يعتمد على أن أنت تاجرت بوزنتك، بس بياخد في اعتباره رأس المال. يعني الذي أعطي 5 لا يطلب منه 20، والذي يعطى 2 لا يطلب منه 10. يعني إيه؟ يعني ربنا عارف الخامة اللي معاك. على فكرة بقى، إحنا مش زي بعض، إحنا خامات. يعني في واحد جيناتيكلي وراثيا عنده قدرات مش موجودة عند واحد تاني. دي الوزنات اللي خدناها، ما نفصلش فيها. ما اقولش انا ليه ما خدتش. هو دي خطيه اللي خد الوزن الواحده. ايه خطيته؟ انه لم يقبل. ازاي ناخد واحده مع انه عنده فرصه عظيمه ما خدش باله منها، انه هينفع ياخد نفس الاجر لو كسب واحده، لانه محتاج يكسب واحده بس عشان يبقى 100%. ده انت واخد ميزه بس ما شفتهاش. ليه؟ لان انت بصيت على الابسوليوت نمبر، مش على الطريقه اللي بيفكر بيها صاحب الوزنات. يعني انت كان ممكن تكسب وزنه واحده وتبقى كسبت قدهم كلهم. ده مديك فرصه، لكن هو ما فهمهاش. دايما امثال المسيح تورينا الديسكريبنسي او المفارقه بين فكر ملكوت الله وفكرنا. الذين عملوا ساعه واحده في الكرم ياخذون مثل الذين عملوا اليوم كله. من منظورنا احنا ده ظلم. دي اللي بيسموها the proportional justice، اللي هي العدالة التناسبية، اللي هي تاخد على قد ما اشتغلت. لكن في حاجة تانية في ملكوت الله اسمها creative justice. هو ما بصش للي يشتغل ساعة يشتغل ساعة واللي يشتغل 5 ساعات، لا، بص ان ده عنده عيلة عايزة تاكل وده عنده عيلة عايزة تاكل. دي النعمة الإلهية. ما بصش للاستحقاق ولكن بص للاحتياج. الراجل ده قاعد طول النهار ما حدش استأجره وكان مستعد يشتغل، بس اشتغل ساعة واحدة. يا صاحب ما ظلمتك، انت مش قلت دينار اديتك دينار، انت مالك ومالي بقى؟ انا اللي اشتغل ساعة واحدة ده انا مش هبص لشغله، انا هبص لعياله. فممثلة ملكوت الله بتواجهنا بالفرق ما بين فكرنا وفكر الله. زي ده احنا بندور معاه كام؟ شهادة، فلوس، منصب. طب ما اسأل نفسك هو بدأ بكام؟ في ناس اتربت كويس وفي ناس ما اتربتش كويس، في ناس اعتدي عليها وفي ناس اتولدت ببقها معلقة ذهب. الخامة اللي معاك عملت بيها ايه؟ ربنا هيقدرك بهذا السؤال: ماذا فعلت بما أعطيت؟ لازم تفكر في الخامة اللي معاك. اللي يعمل تمثال من الحجر البازلت زي بتاع قدماء المصريين مش زي اللي يعمل تمثال صلصال. ده بيبذل مجهود اكتر ولازم يتقدر اكتر من اللي بيعمل طين سهل. في ناس اتعذبت في بدايه حياتها، في ناس ما عندهاش امكانيات وراثيه. في مثل كده انجليزي ابويا كان دايما يقوله لي: when life gives you a lemonade, when life gives you a lemon, make a lemonade. يعني في ناس الحياه ادت لهم منجايه، ناس الحياه ادت لهم تفاح، ناس الحياه ادت لهم خوخه. في واحد ما خدش غير ليمونه، ممكن يبص للتفاحه والخوخه ويقول ايه القرف اللي انت اديتهوني ده، لكن ممكن ياخد الليمونه ويقطعها ويجيب تلج مجروش وسكر ونعناع وخلاط ويعمل شوب ليمون بالنعناع. ممكن ابو المنجايه يديله المنجايه وياخد منه الشوب ده. ليه؟ لانه ما عادش فاصل فيما اعطي. ما سالش السؤال ليه، سال السؤال ايه. مش ليه انا خدت ليمونه، لكن ايه اقدر اعمله بالليمونه. ده الدرس بتاع الوزنات. قياس النجاح يضع في اعتباره الظروف المحيطه. يعني مثلا اللي يكمل تعليمه في ظروف اسريه صعبه انجح من اللي يكمل تعليمه في ظروف مواتيه. ثانيا يعلمنا مثل الوزنات ان النجاح اتزان جدلي بين القبول والاجتهاد. يعني اولا تقبل الوزن اللي خدتها ايا كانت، ما تفصلش، يبقى دي اسمها سكينة القبول. اقبل ما لا استطيع تغييره ثم اجتهد لاصنع ما استطيع. يعني اقبل الليمونة، اجتهد بقى في عمل الليمونات.
مش أقبل الليمون وأسكت. كانت خطية الذي أخذ الوزنة الواحدة أنه لم يقبل الواقع فلم يجتهد. النجاح اتزان بين سكينة القبول وشجاعة التغيير. ده دعاء السكينة. دعاء السكينة أكيد سمعتوا عنه، أكيد الجزء الأولاني مشهور جدا: اللهم امنحني السكينة لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها، والشجاعة لأغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها، والحكمة لأعرف الفرق بينهم. ده أنا قلت لكم من شوية عن برنامج ال 12 خطوة. أنا عندي كتاب بره اسمه الروحانية والتعافي بيشرح البرنامج ده كويس أوي، وبيشرح أصوله المسيحية. يعني بيل ويلسون اللي عمل البرنامج ده هو أصلا بطل خمرة في مجموعة بيت مسيحية، وبعدين قعد مع نفسه كده وقال هي إيه المبادئ اللي كانت في المجموعة البيتية دي اللي خلتني أبطل خمرة، وراح كتب 6 خطوات وبعدين وسعهم إلى 12 خطوة. أول خطوة بتقول أنا خاطئ، لقد أتينا للاعتراف أننا عاجزون أمام الخمر وحياتنا غير قابلة للإدارة. الخطوة الثانية: توجد قوة عظمى خارجة عنا لكنها تستطيع أن تعمل فينا تردنا للصواب. 3: أسلم حياتي تماما لهذه القوة العظمى. في البداية كانت الله في المسيح، وبعدين قالوا الله بس، وبعدين قالوا الله كما تعرفه، وبعدين قالوا القوة العظمى عشان يحتووا كل البشر. وتعمل هذه المنظومة أيا كان الدين. أنا كنت لسه من أسبوع الجمعة اللي فاتت في الجامعة الأمريكية بحضر مؤتمر NA. أنتوا عارفين الكامبس القديم بتاع الجامعة الأمريكية اللي في التحرير كله مليان، جم من كل محافظات الجمهورية ولاد وبنات زي الفل، مئات آلاف اللي قدروا يجوا. هم دول 12 ستيبرز، مدمنون تعافوا من الإدمان باستخدام ال 12 خطوة اللي بتعتمد على هذه ال 12 مبدأ مسيحي في الأصل. مسيحيين ومسلمين وملحدين وكل حاجة آمنوا أن هناك قوة أعظم منهم تستطيع أن تعمل فيهم. ربنا بيتلكك عشان يشفي الناس. ليه؟ لأنه الخطية الأصلية إيه يا جماعة؟ إيه الخطية الأصلية؟ إننا ربنا تصيران كالله عارفين الخير والشر، فقالوا له وهو المطلوب هات، احنا عايزين نصير كالله. في شعار في ال 12 ستيبس في ال 12 خطوة بيقول يوجد إله واحد وهذا الإله ليس أنت. It hits the original sin. بتخبط في الخطية الأصلية، واللي يخبط في الخطية الأصلية يخف. ربنا مش بيفرق معاه الأسماء، بيفرق معاه المفاهيم والمبادئ. الإنسان اللي أقر أنه عاجز ويحتاج إلى قوة أقوى منه تعمل فيه لترده للصواب فإنه يشفى. الصلاة دي هي ملخص لاهوت ال 12 خطوة. انتوا عارفين ان كل دين ليه الصلاة بتاعته اللي هي بتلخص لاهوته، زي مثلا الفاتحة في الإسلام، أبانا الذي. شيماع في اليهودية، شيماع يسرائيل أدوناي إلهيم أدوناي أخاد، قل هو الله أحد. أخاد، أحد، واحد. اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. دي بتلخص لاهوت اليهودي. صلاة السكينة دي بقى بتلخص لاهوت ال 12 خطوة. مين اللي كتبها؟ مش عارفين قوي، بس الرأي الأقوى إنه لاهوتي الألماني رينولد نبور. حد سمع عنه؟ رينولد نبور. بتقول إيه؟ اللهم امنحني السكينة. شوف بقى قد إيه في قبول. امنحني السكينة لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها. There are limits you have to accept. سيبك من حكاية إنه no limits، لا، في limits، في حدود يجب أن نقبلها. في أشياء لا نستطيع تغييرها ولا ينبغي أن نضيع طاقتنا في محاولة تغييرها. اللهم امنحني السكينة لكي أقبل الأشياء التي لا أستطيع أن أغيرها، والشجاعة لكي أغير الأشياء التي أستطيع أن أغيرها. I can make a lemonade. والحكمة لأعرف الفرق بينهم. نسيت أكتبها. ساعدني أن أحيا يوما بيوم، يكفي اليوم شره، خبزنا كفافنا. ساعدني أن أقبل الصعاب. يعني برضو في تعليم منتشر قوي في الكنيسة اللي هو إيه؟
من أنت أيها الجبل ولتصير كالنورق تدرس الجبال. ماشي أحيانا، بس أحيانا يعطيك قدمي الأيائل وتعدي الصعاب. مش لازم الصعاب تطير من قدامك يعني، بس في تركيز على إنه هوبا أنت تقدر تعمل كل حاجة. بالمسيح أقدر أعمل كل حاجة. لا، المسيح منطقي. وبعدين لما تبيع للناس الوهم وبعدين ما يلاقوهوش، يحصل إيه؟ بيرموا القصة كلها من أولها لآخرها. بس جود سبيريت يعني. اجتماع كان سخن النهارده، انما حياه الناس بقى لونجتيودنالي على المدى البعيد مش مهم، بقى هيجي ناس غيرهم. ساعدني ان اقبل الصعاب واجتاز فيها ليصل الى السلام. السلام ليس بتجنب الصعاب دائما او بان تختفي الصعاب من امامنا، لكنه اكثر ما يكون اننا نجتاز الصعاب واجتاز فيها ليصل الى السلام. ساعدني ان اقبل العالم والناس كما هم وليس كما أريدهم أن يكونوا. ساعدني أن أتغير أنا. هي مش كل المشاكل الزوجية جاية من دي. كل واحد عايز يغير جوزه أو مراته. لو كل واحد فيهم اشتغل يغير نفسه هتنجح أغلب الزيجات. طب ما يغير نفسه هو الأول. ساعدني أن أقبل العالم والناس كما هم وليس كما أريدهم أن يكونوا. ساعدني أن أتغير أنا، واثقا أنك صاحب السلطان وسوف تفعل كل شيء حسنا إن سلمت قلبي ومشيئتي لك. آمين. خلونا نقف نصلي.